مداهمات في الصباح الباكر في باريس. فتش الضباط شقة رشيدة داتي، فتش وزارة الثقافة والمجلس البلدي الذي تديره. هذا مرتبط بتحقيق قضائي فتح في أكتوبر. مزاعم فساد، استغلال نفوذ، اختلاس أموال عامة، إخفاء، غسيل أموال. مرتبط بفترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي. المحققون ينقبون في المدفوعات ما يقرب من 300 ألف يورو يزعم أنها من GDF سويز. تقارير سابقة تذكر 900 ألف يورو كرسوم محاماة. هناك أيضا تدقيق على مجوهرات فاخرة غير معلن عنها. الحكومة تدعم داتي. المتحدثون يؤكدون افتراض البراءة ويقولون إنها لا تزال مؤهلة للخدمة. الرئيس ماكرون دعمها علنا من قبل واصفا إياها بأنها لا تغرق، لكن سياسيا هذا يضرب بقوة استطلاعات الرأي. تظهر تراجع شعبيتها. ناخب باريس يضعون النزاهة على رأس أولوياتهم مع اقتراب الانتخابات البلدية في أقل من 90 يوما. التوقيت يغذي النقاش. داتي تنفي ارتكاب أي خطأ وتواجه قضايا قانونية متعددة مستمرة، بعضها قديم وبعضها جديد. الأسئلة الكبيرة الآن تدور حول الشفافية والأخلاقيات العامة في السياسة الفرنسية. هل ستغير هذه التحقيقات سباق منصب العمدة؟ أم ستعيد تشكيل الثقة في الحكومة؟